في 27 من يونيو 1980 شهد السجن تدمر في صحراء حمص بسوريا مجزرة دموية ضد آلاف المعتقلين السياسيين، منهم أعضاء جماعات إسلامية ويسارية ومعارضون لنظام الرئيس حافظ الأسد. تفجرت المأساة بعد محاولة اغتيال فاشلة في 26 من يونيو، فأمر رفعة الأسد باقتحام السجن وقتل المعتقلين. دخلت القوات السجن في ساعات الليل وبدأت عملية إعدام جماعي بالرصاص والأسلحة اليدوية، فقتل ما بين 500 إلى 1100 سجين. هذه المجزرة التي وصفها الشهود بالوحشية صارت رمزاً للقمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.